السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع درس جديد من دروس المستوى الثاني لشرح برنامج مايكروسوفت اكسل. ودرسنا النهاردة هيكون ليه أكتر من جزء. النهاردة ده الجزء الأول تحت عنوان المصفوفات أو الأريز أو المصفوفات. من ضمن المزايا اللي بيقدمها مايكروسوفت اكسل واللي بتمكنك او بتقدر من خلالها تنشئ صيغ معقدة اكتر من استخدام الصيغ العادية. في البداية خلينا نقول ايه هو تعريف المصفوفة. المصفوفة هي عبارة عن مجموعة من القيم والتي يمكن التعامل معها بشكل فردي او بشكل اجمالي او بشكل جماعي. مثال قدامنا هنا مثلا مجموعة من القيم والمرتبة في النطاق اللي قدامك دلوقتي. لو خدت بالك وبصيت على شريط الصيغة هنا هتلاقي مكتوبة بصيغة غير مألوفة بالنسبة لك. صيغ المصفوفات هتلاقي يعني بين قوسين زي قوسين المجموعة كده زي ما انت شايف. هنتعلم برضو مع بعض ازاي نكتب صيغ المصفوفات بشكل منفرد بعيدا عن المعادلات اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. في المثال اللي قدامنا دلوقتي ده جدول مبيعات بعض الأصناف. عندنا هنا اسم الصنف او كود الصنف، وعندنا عدد القطع المباعة من كل صنف وسعر القطعة. في المثال دوت محتاجين في الخلية دي 2 نجيب اجمالي القيمة بتاعت مبيعات الصنف الاولاني. فاحنا كنا بنكتب ايه؟ كنا بنقول يساوي ونضرب عدد القطع المباعة في سعر القطعة يدينا ايه الاجمالي، وكنا بعد كده بنعمل تعميم للصيغة على بقية الجدول او بقية النطاق. بيظهر لنا بالشكل دوت كده. طيب خلينا نحصل على نفس النتيجة دي ولكن باستخدام صيغ المصفوفات. بنيجي هنا في النطاق اللي احنا حابين نحصل فيه على الصيغة وبنحدده كله. بعد ما بنحدده بنقول يساوي، وباجي هنا بحدد العمود اللي موجود فيه عدد القطع، العمود كله برضو، واقول فيه العمود اللي فيه سعر القطعة. ولو لاحظ معايا لو ضغطت انتر هيديني النتيجة في أول خلية بس. ده طبعا مش احنا عايزينه. وخد بالك هنا بالنقطة ديت عشان خاطر تحصل على صيغة مصفوفة أو صيغة صفيف بتضغط كنترول مع شيفت انتر. طبعا ما طلعش معايا النتيجة هنا، فخلينا نحدد النطاق كله ونيجي هنا ونكتب كنترول شيفت انتر. هلاقيه على طول طلع لي قيمة الناتج لكل صف. ايه الفرق بين النتيجة اللي طلعت لي دي والنتيجة اللي كانت طالعه لي الاول؟ او بصيغة تانية ايه هي مميزات صيغ المصفوفات؟ اول حاجة لو حبيت تيجي تعدل على اي خلية من دول انت مش هيرضى. ليه؟ لان هو لا يمكن التعديل على صيغ المصفوفات بشكل فردي. عشان تعدل عليها لازم تعدل على صيغ الاري او المصفوفة كلها. تاني ميزة ان انت ده بيديك ضمان اكتر ان لو حد مبتدئ بيستخدم الاري او بيستخدم الشيت بتاعك ما يقدرش يعدل على خلية واحدة. عشان يعدل عليها لازم يعدل على صيغ الصفيف كله. تالت ميزة تماثل الصيغ، يعني انت متأكد ان الصيغة مكتوبة في اول خلية زي مكتوبة في اخر خلية، وده بيبان معاك اكتر لو انت عندك داتة بيانات او مجموعة بيانات كبيرة جدا. طب لو انت عاوز تعدل على صيغ المصفوفة بتقف على اي خلية وتعمل F2 تلاقي على طول فتح لك التعديل على الصيغه. بعد كده كنترول مع شيفت مع انتر هترجع تاني زي ما كانت. طيب المثال التاني هنا مثلا احنا محتاجين نحصل على اجمالي المبيعات لكل صنف، لكل الاصناف، عفوا دي لكل الاصناف. فقدامنا لو قلنا هنا يساوي عدد الوحدات المباعه في سعر القطعه بتاعت كل قطعة. وبعد كده ضغطنا انتر مش هيرضى. ليه؟ لان صيغة صفيف مش هيقدر. يبقى احنا لازم الاول لاحظ معايا هنا بيقول لي you can't change part of array، يعني انت ما تقدرش تعدل على جزء من الاري. يبقى احنا الاول لازم يعني نحذف الاري كلها، وبعد كده عشان ترجع الصيغة العادية هتقول هنا يساوي عدد القطع في سعر القطعة، وضغط انتر. بعد كده تعمل ملء تلقائي. هنيجي هنا الطريقة اللي كنا بنستخدمها عادي خالص، هنقول يساوي وهكتب دالة السميشن او المجموع. بعد كده احدد النطاق بتاعي اللي انا عايز اجمعه واقفل قوس الجمع واضغط انتر. طلع معايا 6732. لاحظ هنا في شريط الصيغة دي يعني دالة سميشن العادية
لكن هنا دي دالة سمشن باستخدام الاري، فخلينا نحذفها ونكتبها تاني مع بعض. هقول هنا يساوي، انا هنا محتاجه يعمل لي عملية جمع او سمشن لحاصل ضرب الخلية B2 في الخلية C2، هيجمعوا على حاصل ضرب الخلية B3 في الخلية C3 وهكذا. فهقول هنا سمشن يساوي sum وافتح القوس، وهنا بقى النمبر 1 ونمبر 2 هي عبارة عن مصفوفة او array ناتجة من حاصل ضرب العمود ده في العمود دوت. دي نكتبها ازاي؟ زي ما كتبناها فوق، هنحدد العمود دوت ونقول في العمود C، بعد كده نقفل قوس الجمع الاول، وبعد كده نعمل قوس الصفيف اللي هو او المصفوفة عبارة عن كنترول شيفت انتر. لاحظ معايا على طول طلع لي نفس الناتج ولكن باستخدام صيغ الصفيف. لاحظ معايا هنا كده لو انا جيت وقفت على التحديد بتاع خلية الجمع، هلاقيه طلع لي هنا 60 180 1350، وهي عبارة عن الصفيف او الاري مخزنة في ذاكرة الجهاز او في الرامات. دي ملحوظة مهمة تاخد بالك منها، ان مش شرط عشان تحصل على ناتج جمع خلايا مصفوفة انها تكون مكتوبة بخط الايد او مكتوبة يدويا زي المصفوفات دي كده، لا بالعكس. هي هنا كده هو جهاز الكمبيوتر عمل ايه او الاكسل عمل ايه؟ راح ضرب 3 في 20 وخزنها في الرام، بعد كده 6 في 30 وخزنها، 15 في 95 او في 90 وخزنها، وبعد كده جاب مجموعهم كلهم حطه لك هنا. ده طبعا ملحوظة مهمة بالنسبة لك. ليه؟ لان ده هيوفر عليك بعد كده لو انت عندك مثلا خلايا من اول 1 لحد 5000 وانت عاوز تجيب الاجمالي بتاعهم بس مش اجمالي كل صف، فده هيوفر عليك 5000 عملية ضرب زي اللي احنا عاملينها دي كده. زي ما قلت لك في بداية الدرس، لو انا بقى حابب اكتب المصفوفة بشكل يدوي او الاري بشكل يدوي زي دي كده، لاحظ معايا دي مكتوبة بخط الايد او مكتوبة يدويا. يعني هنكتبها ازاي؟ الاول عاوزك تعرف ان المصفوفة ممكن تكون ليها ممكن تكون وحيدة البعد، يعني اما مرتبة رأسيا زي ما انت شايف كده، او مرتبة افقيا، او المصفوفة مكتوبة في نطاق من البيانات لها بعدين، بعد رأسي وبعد افقي. كل واحدة من دول ليها طريقة للكتابة. خلينا نحذف دي كده ونكتبها سوا او نكتب جنبها كنترول زد. خلينا نكتب جنبها هنا كده. باجي بحدد عدد خلايا مساوي لعدد محتويات الايه الاري. يعني مثلا لو هكتب اري فيها مثلا دي فيها كام؟ دي فيها 7. لو هكتب اري فيها 7 يبقى انا هحدد 7 خلايا. بعد كده بقول يساوي وبفتح الكيرل براكت او قوس المجموعة، بكتبه بخط ايدي او بكتبه بايدي. بعد كده بكتب عناصر الاري وليكن مثلا 12. ولاحظ معايا هنا لو انا الاري ليها بعد واحد افقي او عفوا رأسي زي دوت، بيكون الفاصل بين العناصر عبارة عن الفاصلة المنقوطة. بعد كده مثلا هقول 20، هقول 45، اي رقم مش شرط زيها يعني، ولكن يفضل ان هي ايه، ولكن لازم عشان ما يطلعش معاك ايرور ان هو نفس عدد العناصر اللي انت محدده. يعني انت محدد 7 خلايا تكتب 7 عناصر. بعد كده بقى في القوس المجموعة وبعمل كنترول مع شيفت مع انتر. لاحظ معايا هنا كتب الخلايا اهوت، ولو جيت وقفت على اي خلايا منهم هتلاقيه في يعني في الفورميولا بار عناصر الاري كلها. حبيت تعدل على اي واحدة فيهم مش هيرضى. ليه؟ لان ده جزء من ايه، من مصفوفة. طيب لو احنا حابين نكتب المصفوفة بشكل افقي بحدد عدد خلايا مساوي لعدد عناصر الخلية او عدد عناصر الايه الاري، وبكتب كالاتي. بقول يساوي وافتح قوس المجموعة واكتب عدد عناصر مساوي لعدد الخلايا اللي انا محددها، 1 2 3 4 5 6 7 برضه. هقول مثلا 60. وهنا لاحظ معايا ان الفاصل هيكون فاصلة مش فاصلة منقوطة. ليه؟ عشان خاطر افهم الاكسل ان انا بكتب الري مكتوبة بشكل افقي وليس بشكل رأسي. كده 2
3 4 5 6 7. بعد كده في القوس المجموعة وبضغط كنترول شيفت انتر. لاحظ معايا كتب لي اري بشكل افقي. طيب نيجي مثلا في الاري اللي ليها بعدين اكس وواي او مكتوبه في نطاق من البيانات. اول حاجه هحدد نطاق البيانات اللي انا حابب اكتب فيه الاري واكون عارف طوله وعرضه. يعني عندي هنا 3 خلايا في 4 او 3 اعمده في 4 صفوف، وهقول يساوي وهفتح قوس المجموعه. وطريقه ملء العناصر الاري اللي هي في النطاق كالاتي: اول حاجه هكتب عناصر الصف الاول، وطالما قلت عناصر الصف الاول يبقى هتكون مرتبه بشكل افقي، يبقى هيكون الفاصل بينها وفاصل النقطه، فاصل الكوم عفوا. يعني هو مثلا 2 كده ايه، كتبت 3 عناصر افقي. بعد كده هقول فاصله منقوطه عشان اعرف الاكسل ان انا هنزل للصف اللي بعد منه، واقول 1 2 3. بعد كده هقول فاصله منقوطه واخش الصف اللي بعد منه، وليكن اي رقم، مش شرط رقم معين يعني. كده انا كتبت 9 عناصر او يعني 3 صفوف بس. ممكن اعمل كمان الصف الاخير. كده انا كتبت 12 عنصر، وهي عناصر المصفوفه اللي انا محدد فيها 12 خليه. كنترول مع شيفت مع انتر هيعمل لي المصفوفه بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي كده. دي كده مصفوفه مكتوبه بتختلف عن المصفوفه اللي مكتوبه هنا. المصفوفه المكتوبه هنا مخزنه في الرام ومش مكتوبه بخط الايد او مش مكتوبه بايدي، دي مخزنه ناتجه عن عمليه حسابيه. طيب انا دلوقتي عندي مثال خلينا نعمله مع بعض. انا عاوز اجيب الجذر التربيعي لمصفوفه مكتوبه يدويا. هقول مثلا يساوي، طبعا احنا عايزينها مصفوفه لمجموعه من العناصر، وليكن مثلا 4 عناصر. هقول هنا يساوي، طبعا احنا عارفين ان داله اس كيو ار تي هي اللي بترجع لي الجذر التربيعي، فهقول هنا يساوي اس كيو ار تي. وبعد كده هبدا افتح قوس المجموع عشان افهم الاكسل ان انا هدخل هنا مصفوفه، واقول له مثلا 4. طبعا بما ان انا هكتبها يعني خلينا الاول نرجع ونقول احنا عايزين جذر التربيعي ل4 ارقام، وهقول هنا يساوي اس كيو. طبعا عملت كده عشان افهم الاكسل ان انا هكتب مصفوفه، الناتج هيطلع فيه مصفوفه، فلازم احدد العناصر المصفوفه دي. هقول هنا اس كيو ار تي وافتح قوس المجموعه داخل قوس الجذر التربيعي، واقول مثلا 4 فاصله منقوطه طبعا عشان هيرتب بشكل راسي. بعد كده مثلا نقول 9 ونقول نقول مثلا ايه 12 ونقول اي رقم، يعني شوف الجذر التربيعي بتاعه هيبقى عامل ازاي. بعد كده بقفل قوس المصفوفه وقوس الجذر التربيعي واضغط كنترول مع شيفت انتر. لاحظ معايا هنا رتب لي او كتب لي الجذر التربيعي للمصفوفه اللي انا كتبتها بايدي، هو 2 و3 و4. ده كده كان الجزء الاول من شرح المصفوفات. ده كان مقدمه بسيطه ان شاء الله. درس الاريز او المصفوفات مقسم على 4 اجزاء. زي ما بنقول دايما ان عشان تحترف الاكسل او تعرف تستخدم الاكسل كويس لازم تجرب بايدك وتغلط مره واثنين وثلاثه. لو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.